لو عندك دقيقة زيادة تعالوا نسمع فكرة جامدة. أنا اسمي نرمين والي. دور الشباب في مصر، لأن إحنا عددنا كبير جدا وممكن نكون بنمثل حوالي 60% اللي تحت سن 30 سنة بيكونوا المجتمع المصري، بس 60% دول مهمشين تماما، ومهمشين بالذات في الدور الاقتصادي، وده دور مهم جدا. لو احنا عايزين ننمو البلد دي لازم الشباب في مصر يبقى عندهم القدرة ان هم يعملوا المشاريع اللي هم عايزينها، والمشاريع اللي هم عايزينها دي مش بالضروري يقدروا يشتغلوا فيها في القطاع الخاص او القطاع الحكومي، لان القطاع الحكومي بيقل وفرص العمل فيه بتقل، والقطاع الخاص طبعا بما ان فيه مشكلة عالمية وفي زي ما بيقولوا جلوبال كرايسيس او أزمة عالمية، فرص العمل قليلة. فالأمل الوحيد ان ندي الشباب دول فرصة، وعشان نديهم فرصة لازم البنوك تشتغل معانا، والبنوك القومية تقدر تدينا قروض بانترست ضعيف او انترست لصالحنا يخلينا نعمل مشاريعنا، ومشاريعنا دي ممكن تبقى خلاقة جدا، ما هياش بس مجرد نفتح مطاعم او محلات شيشة، لا في افكار حلوة جدا وفعلا محتاجين نشتغل عليها. ودي حاجة بصراحة انا نفسي جدا نعملها في مصر، ان الافكار الخلاقة دي اللي تقريبا مش موجودة في حتت كتيرة جدا يبقى في حد عايز يعمل لها دفعة ويدفع فيها فلوس ويحط فيها فلوس، والناس اللي تقدر تحط فيها فلوس هي البنوك القومية أو البنوك اللي شغالة في مصر اللي بتعمل فلوس كتيرة، هي تدي وتصدق في المشاريع دي وتصرف عليها. هذا البرنامج برعاية بيك رولز وبيك ستيكس.